ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك للمنتخب الوطني للتأهل لنصف النهائي كأس أفريقيا. طبعا منتخبنا الوطني النهارده فرحنا وفرح الجميع وفرح. طبعا أنا النهارده كان متوقع 90% المنتخب الوطني كان كسبان، وانا قلت في التوقعات الرسميه انا قلت كوت ديفوار ممكن تكسبنا، بس انا قلت لك لا. المنتخب المصري بيقول لك النهارده بيرد لك رد فعل، بيقول لك ان انا هكسب النهائي، بيقول لك ان انا هكسب البطوله مش هرجع القاهره ان انا اكسب البطوله. بيقول لك ان انا لغايه دلوقتي 15 سنه بجيبها، هيقول لك انا عشت 15 سنه عشان اجيب البطوله دي، عشان اجيب التامنه. الرجاله دي عملت حاجه، الرجاله دي عملت مجهود عالي جدا، الرجاله دي تعبت، الرجاله دي من اول المشوار قالوا احنا لازم نتحدى نفسنا، لازم نتحدى نفسنا اللي احنا نعمله في اي مباراه. ما خسرناش ولا اي مباراه، تعادلنا مباراه واحده، نحمد ربنا ما خسرناش ولا اي مباراه. وان شاء الله بقى نكمل بقى نصف النهائي، وان شاء الله رب العالمين نشوف بقى الماتشات بقى ذهاب وعوده ان شاء الله رب العالمين. يعني ان شاء الله بقى فيه فرق قوي جدا، يعني ان شاء الله بقى فيه تفاهم مع منتخب مصر ومتفاهم مع الفريق. طبعا الف مبروك منتخب المغرب، والف مبروك للمنتخب المصري بتاعه للنصف النهائي كاس افريقيا. طبعا يعني كده خلاص منتخب مصر دخلت النصف النهائي، كده اعتبر منتخب مصر في النهائي، واعتبر منتخب مصر خلاص دخل التاريخ من اول مباراة. يعني انا بالنسبة لي كده انا اتفرج على الماتش واتفرج بقى كده واقول بقى استمتع وانا بتفرج على الماتش والمنتخبنا ده والله رجاله، والله العظيم رجاله. انا وخسرت انا مش هزعل، انا متوقعت الرسميا قبل الماتش، انا متوقع 90% منتخب من مصر السنه دي هيكسب البطوله وهيعملها. وانت متوقعت الرسميه صح وهيعملها، وان شاء الله يعملها. مش بقولك مش هيعملها، انا بقولك ان شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى، بس مفيش حاجه تانية. طبعا توقعات المنتخب المصري كسب 3-2، يعني النتيجه قويه جدا، نتيجه قوية جدا بسم الله ما شاء الله. يعني ماتش قوي جدا، وفي يعني نسبة سكر جدا، نسبة مشاهدة ونسبة علاقة كويسة. طبعا انا هني نفسي وهني هني القناة الرسمية قناة عمر الاهلي. طبعا فاضلين 4 متابعين وتتم 1000 متابع، يعني انا خلاص كده هتم 1000 متابع. 3 سنين معاكم على السوشيال ميديا، 3 سنين من سنة 2024 لغاية 2026، يعني رقم كويس جدا. السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي يعني رقم بسم الله ما شاء الله. بدأت تصنع محتوى من 2019 لغاية 2026 حاليا، بس على القناة الرسمية للصانع المحتوى الرياضي 2024 لغاية 2026. يعني معاكم بقالنا 3 سنين، فاضلنا لنا 4 متابعين وخلاص كده وننتهي. يلا يا عم شارك وخش بس على المشاركة، خش على طول اعمل لي سبسكرايب، خش اعمل لي لايك، تعليق كويس جدا كومنت جامد جدا، كومنت حلو منك يفرحني ويفرح قناة عمر ايه ويفرح الإدارة يفرح كل الجميع. ان شاء الله هنعمل موسم قوي جدا 2026 و2027. انا برضك في معلومة تانية، في ناس مش متوقعها بس انا هطلع هقولها على قناة عمر الاهلي، مش هطلع اقولها على قناة عمر الديرة. طبعا يعني اعلنت رسمي، نزلت البوستر الرسمي المسلسل القاهرة الجزء الثاني. طبعا هينزل ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله يعني بداية اول يوم رمضان ان شاء الله هينزل، بداية من الساعة 6 ان شاء الله رب العالمين. لمسلسل القاهرة بالنسبة لنا يعني موسم قوي جدا، بقى موسم حاجة جميلة جدا. لمسلسل القاهرة ان شاء الله رب العالمين يعني بوم شوتس، يعني حاجة كويسة جدا. لا المسلسل السنة دي بقى قوي جدا، السنة دي بسم الله ما شاء الله ممكن يخش في اعلانات رسمية، يعني ممكن يخش يعمل ضجة. مسلسل القاهرة بالنسبة لنا مسلسل القاهرة الجزء الثاني هيعمل ضجة كبيرة جدا ان شاء الله. يعني نحاول بقى نبدأ بعد رمضان ان شاء الله بقى ناخد استراحة شهر عشان نصور بقى مسلسل القاهرة الجزء الثالث لاخر جزء ان شاء الله رب العالمين. طبعا اخر جزء اللي هو الجزء الثالث ننتهي ان شاء الله. في فيلم هيتعمل السنه دي ان شاء الله مع المسلسل، فيلم طبعا هيتكلم على حاجه كده، بس ان شاء الله لسه
مش هنعرف حد دلوقتي لغايه ما نخلص تصويرها ونخلص كل حاجه، بعدين ننزل تسريبات واقول لكم احنا عملنا فيلم ايه. فيلم قوي جدا، وبيتكلم على التاريخ، وبيتكلم على الحضاره، وبيتكلم على الكوره، وبيتكلم على ده كله. وتوقعتوا الاسم الفيلم، هديكم جايزه ثمنها 10,000 جنيه على محفظتك رسميه وابعتها لك. اكتب لي الرقم بتاعك تحت في الكومنت وانا ابعت لك ال 10,000 جنيه حاليا. طبعا الفيلم بتاعنا الجديد ان شاء الله رب العالمين فيلم قوي جدا، فيلم بونز فايندر قوي جدا ان شاء الله رب العالمين. يعني ان شاء الله هنعمل فيلم قوي. ماشي، النهارده هتشوف توقعات محمد صلاح. طبعا توقعات تعليقات محمد صلاح في مباراة المنتخب المصري والجنوب طبعا ضد كوت ديفوار. طبعا ان شاء الله نشوف توقعات محمد صلاح قدام منتخب كوت ديفوار، يعني نشوف بقى ايه، نشوف بيتكلم في ايه. ويلا بينا، يلا سلام من اشتراك سبسكرايب.